الجحيم ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ماسكه في جسمه ومش عارف يجري وهو محبوس. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قلبي وجعني لما عرفت ان اهل النار بعد عذاب طويل في جهنم والله اعلم بمدة العذاب ده هيبدأوا يطلبوا من ربنا عز وجل 4 امنيات، والقرآن الكريم بينهم في 4 مشاهد. فخلينا الاول نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. تعال نشوف مع بعض ال4 مشاهد دول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحة وسلام. كنت حابب اعرفكم حاجة بسيطة. اخر فيديو شورتس نزلته على القناة حقق نسبة مشاهدة عالية عن المعتاد، فيا رب دايما نكونوا عند حسن ظنكم ونقدر نقدم ليكم المحتوى المفيد. المهم يا صديقي ان بعد عذاب طويل جدا لاهل النار زي ما انا قلت لك في اول الفيديو هيبدأوا يطلبوا من ربنا عز وجل 4 امنيات. فاول امنية اهل النار هيطلبوها من ربنا عز وجل هي انهم يرجعوا للدنيا تاني وانهم مش هيظلموا انفسهم، ودي بينها لنا القرآن في سورة المؤمنين آية 107. فبتقول ايه الآية دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. لكن رد الله عز وجل عليهم قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. فيبدأوا يروحوا المالك خازن جهنم ويبدأوا يطلبوا منه الأمنية التانية انه يشفع لهم عند ربنا عز وجل انه يموتهم ويرحمهم من العذاب، ودي صورها لنا القرآن الكريم في سورة الزخرف آية 77. فبتقول ايه الآية دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. كان رد مالك عليهم هو قال إنكم ماكثون. يقال في التفاسير إن رد مالك ما كانش في ساعتها بل بيسيبهم 1000 سنة ويرد عليهم برد بإنكم ماكثون، يعني خالدين فيها أبدا. فيبدأوا يتوجهوا لخزنة جهنم وهم الملائكة ويتمنوا الأمنية الثالثة، وهي إن خزنة جهنم يدعوا ربنا عز وجل إن يخرجهم يوم واحد بس عشان يرتاحوا من العذاب، ودي صورها لنا القرآن الكريم في سورة غافر آية 49. بتقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لكن كان رد الملائكة عليهم قالوا أولم تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني ادعوا مهما تدعوا مفيش دعوة هتستجاب. فيبدأوا يطلبوا آخر أمنية ليهم. فتخيل معايا هيطلبوها من مين؟ هيطلبوها من أهل الجنة، وهي أمنية بسيطة جدا إنهم يشربوا مية أو أي حاجة من اللي ربنا عز وجل هيرزقها لأهل الجنة زي الطعام، ودي صورها لنا القرآن الكريم في سورة الأعراف آية 50. بتقول إيه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نادى أصحاب النار أصحاب الجنة إن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. لكن رد عليهم أهل الجنة قالوا إن الله حرمها على الكافرين. فمن هم أصحاب النار؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فعشان ما تكونش من الناس دي ابدأ راجع نفسك، ابدأ توب، ابدأ صلي وقرب من ربنا عز وجل عشان ما تكونش من الناس دي اللي ربنا عز وجل هينساهم ويعذبوا يوم القيامة. وبس كده يا صديقي، سلام عليكم.